لكل البنات اللي نفسها يكون شعرها طويل وكثيف جبت لكم الوصفه الرائعه جدا لتكثيف الشعر وانبات الفراغات، الزيت المعجزه اللي لو استخدمتيه على شعرك هيطول جدا وهيبقى كثيف. لو عايز تعرفي ازاي تعملي الوصفه دي تابعي الفيديو الاخر وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم وصفه حلوه جدا لتطويل وتكثيف الشعر وانبات الفراغات، كمان وصفه حلوه جدا مجربه ودايما بستعملها في الاوقات اللي انا بحس ان انا عايزه شعري يكون بيطول بسرعه. يعني مثلا لو عندي مناسبه كمان اسبوعين ثلاثه وعايزه شعري يطول ويكون شكله حلو وصحي، فدايما بستخدم الوصفه دي. لو عايز تعرفي ازاي تعملي الوصفه دي كملي الفيديو للاخر وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه. ويلا بينا. اول حاجه طبعا بنجيب برطمان صغير زي كده ويكون بيتقفل وازاز عشان نبدا نحط فيه مكونات الوصفه. تمام، بنجيب البرطمان ونبدأ نحط فيه المكونات بتاعتنا. واول مكون معانا طبعا هيكون الروزماري او اكليل الجبل. طبعا متابع قناتي عارف ان انا دايما بستخدم الروزماري او اكليل الجبل في الوصفات الطبيعيه عشان بتبقى سريعه المفعول جدا وبتطول الشعر في وقت قصير جدا، وكمان ريحتها حلوه قوي، فتعتبر برفان طبيعي للشعر من غير ما نستخدم او من غير ما نشتري برفان للشعر. فالمهم بنجيب بعد كده كميه حوالي معلقه صغيره من الروزماري. ممكن لو مش عندنا روزماري ممكن نستبدله باللافندر او الخزامي، بس انا برضو ما منصحش بكده قوي. هو اكليل الجبل بيبقى مميز جدا والناس عملت عليه دراسات العلماء طبعا وقالوا ان هو شبيه او بديل للمينوكسيديل بس طبيعي. وكمان الميزه اللي فيه المختلفه عن المينوكسيديل ان انت لو وقفتي تستخدمي الوصفه دي شعرك مش هيرجع يوقف يعني شعرك مش هيرجع يتساقط تاني او كده. عشان في ناس كتير بتسالني هل الوصفات دي لو انا وقفت استخدمها هل شعري هيرجع يتساقط وهيرجع يبقى وحش؟ لا طبعا، شعرك هيبقى زي ما هو. بس طبعا لازم تبقي دايما بتهتمي بشعرك عشان الاهتمام بالشعر بيخلي دايما الشعر شكله صحي ومش بيخليه يبوظ او يخلي شكله وحش. المهم بنعمل بعد كده نحط معلقه من الروزماري زي ما انتوا شفتوا، وبعد كده ننزل بالمكون اللي بعد كده وهو السانوج او حبه البركه او الحبه السوداء. يعني شوفوا انتوا بتقولوها ازاي، يبقى هو ده. تمام، بصوا شكله اهو، هو ده. حبيته صغيره كده وسودا، ده حلو جدا، بحب استخدمه في الوصفات. طبيعي جدا، ريحته كمان مميزه، الوصفه دي ريحتها حلوه جدا. تمام، المهم ناخد منه حوالي برضو معلقه ونص، نفس الكميه اللي احنا خدناها من الروزماري بالظبط. حبه البركه بحب جدا بستخدمه، هو مكون طبيعي جدا وحلو جدا. حلو قوي، صالح للشعر وصالح لو انتي هتاكليه. فهو حلو مكون، يعني هو مكون حلو جدا للجسم وللشعر والبشره. فهي من الحاجات الحلوه قوي اللي بتطول الشعر وبتوقف التساقط، كمان بتدي للشعر فوليوم حلو قوي، بيبين ان شعرك شكله كثيف اكتر. وكمان بتدي لمعه حلوه قوي للشعر، بتخلي شكل الشعر من الاخر، يعني شكله عامه كله على بعضه صحي، كانك بتهتمي بشعرك جدا وكانك بتستخدمي منتجات كتيره مع انك بتستخدمي الوصفه دي بس. المهم بعد كده بقى نحط المكونين دول مع بعض ونبدا نحط المكون اللي بعد كده. المكون اللي بعد كده وهو زيت الزيتون. لازم يبقى البكر الاصلي عشان هو اللي بيعمل الفايده. لو جبتي اي زيت زيتون مضروب او يكون مش الاصلي او ما يكونش ماركه كويسه، ده هيخلي كانك ما عملتيش اي حاجه وكأن الوصفه ملهاش اي لازمه. اهم حاجه انك تستخدمي نوع الزيت يكون من مكان موثوق فيه، مش من اي عطار ولا الكلام ده. لازم تجيبيه من ماركه او تجيبيه من اماكن مخصصه للزيوت. المهم بعد كده بنجيب زيت الزيتون ده ونبدا نحط الكميه اللي احنا عايزينها. انا مش هحط كتير قوي، بس كده الكميه دي هتقعد معايا كتير قوي. يعني بيتهيأ لكم ان ده دي كانها ربع كوبايه صغيره جدا، لا الكميه دي هتقعد معايا كتير قوي. يعني ممكن الكميه دي تقعد معايا استعمال مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع، تقعد معايا شهر. عشان احنا في العادي هنستخدم الوصفه دي كل مره بنغسل فيها شعرنا، واحنا تقريبا بنغسل شعرنا في اليوم في الاسبوع يا مره يا مرتين بكتير قوي. يعني مش اكتر من كده، اللي هو كل 3 4 ايام بنغسل شعرنا. وفي ناس بتغسل شعرها كل 5 او 6 ايام على حسب نوع فروه الراس دهنيه ولا لا. المهم انت كل مره بتيجي تغسلي شعرك بتستخدمي الزيت ده، تحطيه كده بين صوابعك وتعملي بيه الفروه. طبعا انا هقفل البرطمان ده واسيبه كده في التلاجة يتنقع مع نفسه حوالي 8 ساعات طول الليل، والصبح لما اصحى هبدا استخدمه على شعري. اهم حاجه انك تسيبيه يتنقع فتره كويسه عشان كل المكونات والخصائص تختلط ببعض.
ازاي بقى هنستخدمه والمده قد ايه؟ زي ما انا قلت، اول ما نسيبه يتنقع كده ونطلعه، ده طبعا لازم نحتفظ بيه في التلاجة، ما تحتفظيش بيه بره لا يبوظ، بالذات في الحر ده. بناخد منه شويه كده بالانامل عندنا، ونبدا ايه بفروه الراس كده، نبدا ايه نفرك كويس قوي فروه الراس، وناخد كميه على ايدينا ونعمل بيها الجذور وباقي اطراف الشعر. بنستخدم الوصفه دي ونلفها كويس ونسيبها على شعرنا من نص ساعة لساعتين، مش اكتر من كده ومش اقل من كده، عشان يعمل معاكي نتيجة سريعة. ساعتين وبنغسل شعرنا كويس بالبلسم والشامبو، تعملي الروتين بتاع شعرك العادي جدا، وهتلاقي شعرك من اول مرة شكله مترطب، شكله صحي، كل شعرايه كده مع نفسها، فتحسي ان شعرك بقى شكله كثيف اكتر. ومع الاستمرارية عليها طبعا هتبدأي تلاقي ان البيبي هير بدأ يطلع، تساقط قل كتير. وكل واحدة وعلى حسب استجابة الزيت ده لشعرها، في ناس في خلال اسبوع، في ناس خلال شهر. شوفي انتي تفضلي استخدمي الوصفة دي لحد ما تلاقي النتيجة اللي انتي عايزاها. وزي ما قلت، كل مرة بتغسلي شعرك تستخدمي الوصفة دي. وصفة طبيعية 100%، تنفع للأطفال من أول سن 5 سنين، وتنفع للرجالة وللستات. تقريبا بتحل كل مشاكل الشعر. اهو شكلها كده بالظبط. وطبعا هي وصفة طبيعية 100%، فمستحيل تضر شعرك. فبس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. بحبكم جدا ومع السلامة.